موضوع الفئات الخاصه بتسجيل علامات تجاريه تعني ان في تصنيف اسمه التصنيف الدولي للسلع والخدمات. التصنيف ده لما بنيجي نسجل علامات تجاريه بنراعي ان المنتج بتاعي او الخدمه اللي انا بقدمها تكون في فئه معينه من فئات هذا التصنيف، بمعنى ان انا عندي 45 فئه او 45 بند. لما انا اجي اسجل علامه تجاريه في مجال الملابس، المفروض اللي بيسجل علامه تجاريه بيشوف الملابس الفئه رقم كام، اللي هي مثلا الملابس بتقع على الفئه 25، فبيسجل لي علامه تجاريه الخاصه بيا على الفئه 25. بموجب هذا التسجيل انا خدت حمايه على الفئه 25 فقط. فمعنى التصنيف ان القانون محدد فئات للتسجيل. لما بسجل علامه ما بيكونش تسجيلها شامل كل الفئات وكل الانشطه، تسجيل علامه تجاريه بيكون مقيد بالنشاط او الفئه اللي انا مسجل عليها علامه تجاريه. عشان كده وانا بسجل علامه تجاريه لاي حد براعي دايما ان انا احاول احط له العلامه في كل الفئات القريبه من المنتجات بتاعته، مش بس الفئه اللي فيها المنتج بعينه. كل الكلام ده عشان اكفر التسجيل بتاعي او اغطي بتسجيل العلامه التجاريه كل الفئات اللي بتستخدم عليها العلامه التجاريه المراد تسجيلها، عشان لو حد غيري حب يستخدم العلامه دي على منتجات قريبه من منتجاتي، وده بيحصل كتير جدا. لو انا مسجلها بشكل صحيح وبشكل مغطي كل الفئات، ما يقدرش حد غيري يجي يسجلها على هذه الفئات، وبالتالي انا حميت العلامه بشكل قوي. وده اهم حاجه في موضوع تسجيل علامه تجاريه، ان انا اكون سجلت العلامه التجاريه بتاعتي بشكل قانوني سليم، وبالشكل اللي ما حدش يقدر بعد كده يخش ينافسني على التسجيل ده تسجيل اخر.